الحلال بين والحرام بين، وبجد كل حاجة واضحة. بس اللي مش واضح ان في ناس فاكرة نفسها انها هتربي الناس بالعافية، علشان الناس دي مش ماشية زي الكتاب ما بيقول. اللي بيحاول يفرض سلطته باسم الدين في الاغلب هو عنده خوف داخلي من الحرية ورغبة في السيطرة على الاخرين، وبدل ما يحاول انه يحل مشاكله دي هو بيسقطها على الاخرين. خليني اسألك سؤال صريح، لو واحدة قررت بكرة الصبح انها تخلع الحجاب وتشتغل راقصة وتعمل كل اللي انت شايفه حرام، هل من حقك انك تقتل هذه الست؟ وهل لو احنا قررنا نقتل الست دي مثلا علشان بدعوى انها فاسقة، فهل كده القتل بقى خلاص حلال؟ وهل لو قتلناها والقتل هنا بقى حلال القانون هيسيبنا اصلا؟ محاولة معاقبة الآخرين بتيجي من شعور داخلي بالتهديد نتيجة غضب مكبوت ورغبة في الشعور بقوة زائفة، عايز أحس إن أنا قوي بالعافية. تعالى يا صديقي نفترض في رواية إن في واحدة قررت بكامل قواها العقلية إنها تشتغل عاهرة، هل من حقك إن أنت تقرب لها غير بموافقتها؟ مش من حقك تقرب لها غير بموافقتها. اللي بيحاول يفرض سلطته على الآخرين دايما ويسيطر عليهم هو في حاجة مش قادر يسيطر عليها جوه نفسه، فبيحاول يعوض الحاجة اللي هو مش قادر يسيطر عليها دي عن طريق انه هو يطبقها ويحاول يسيطر على الناس التانية. أصلها لابسة، أصلها قلعة، أصل الدين فرض الاحتشام. زي ما الدين فرض الاحتشام وهي هتشيل الذنب لوحدها لو ما احتشمتش، كمان الدين فرض غض البصر كمحاولة ليك ان انت تساعد نفسك علشان تحاول ما تفتنش نفسك، او عشان انت تحاول ما تركزش مع اللي قدامك. الدين ما قالكش استحل غيرك علشان هو مش محتشم، والدين ما قالكش استحل غيرك علشان هو مثلا مش مسلم او علشان ملحد. محاولة تفسير تصرفات الناس من خلال الشكل واللبس بتبقى جاية من شعور داخلي بالعجز ورغبة في السيطرة على الصورة الاجتماعية بتاع الآخرين، مش من التزام حقيقي. اللي بيتزرع بالدين بهدف التحكم بيبقى جاي من ضعف داخلي مش من قوة حقيقية. الرغبة المستميتة في السيطرة على الآخرين والتحكم فيهم هي مجرد انعكاس لعجز داخلي وحاجة أنا مش عارف أعملها أو حاجة أنا عاجز عنها. فحاول تفهم نفسك قبل ما تحكم على غيرك. وانت بتعمل اي تصرف اسأل نفسك، هو اللي انا بعمله ده بعمله بدافع ايه وغرضي منه ايه؟